مرحبا يا متابعينا الأعزاء. اليوم موضوعنا عن حدائق بابل. حدائق بابل المعلقة إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، وهي العجيبة الوحيدة التي يظن بأنها أسطورة، ويزعم بأنها بنيت في المدينة القديمة بابل، وموقعها الحالي قريب من مدينة الحلة بمحافظة بابل العراق، وهي أول تجربة للزراعة العمودية في التاريخ. ومؤخرا انكشفت الدراسات التي أجرتها ستيفاني دالي في جامعة أكسفورد المتخصصة في الدراسات الشرقية وتحديدا في بلاد ما بين النهرين، نظرية استندت على أبحاث استغرقت 20 عاما، إذ قررت دالي تركيز بحثها مئات الأميال إلى الشمال من مدينة بابل القديمة، حيث مدينة نينوى التي تقع على بعد حوالي 405 كم شمال بابل، والتي تمثلها في الوقت الحاضر مدينة الموصل شمال العراق. ووفقا لتقديرات بعض علماء الري، إضافة إلى نجاح ستيفاني نظريا في فك طلاسم إحدى القرائن المعروضة في المتحف البريطاني، وهي رقيم لوح طيني مكتوب باللغة المسمارية القديمة يبلغ عمره حوالي 2500 عام، حيث استنتجت بأن العلماء وهم يبحثون عن آثار الحدائق المعلقة قد ضلوا الطريق حين كانوا يبحثون في المكان الخطأ. وأشارت إلى أن الوصف التاريخي للحدائق ظاهر وبقوة في قصر سنحاريب في نينوى الملك الآشوري الذي عاش قبل نبوخذ نصر ب100 عام، حيث وصف في الرقيم قصرا لا يضاهيه قصر. كما أن كتاباته تصف طريقة زراعة الأشجار على الرواق المسقوف مثل ما وردت في وصف حدائق بابل تماما. وكان الملك سنحاريب قد أورد في هذا الرقيم معلومات مفصلة عن أعماله وعن المدينة وعن قصره وعن الحدائق، ووصفها بأنها مكونة من أنواع مختلفة من الشجيرات والنباتات التي تشكل سياجا حول القصور، مدونا باللغة المسمارية القديمة، حيث تعد دالي من الأشخاص القلائل الذين يستطيعون قراءة هذه اللغة في العالم. حدائق بابل المعلقة ليست هي المبنى المميز الوحيد الذي كان موجودا في بابل، لقد كان هنالك أسوار للمدينة ومبنى المسلة التي نسبت إلى الملكة سيميراميس أيضا من عجائب المدينة. ولقد نسبت حدائق بابل المعلقة إلى الملك البابلي نبوخذنصر الثاني الذي حكم بين العامين 562 و 605 قبل الميلاد. وذكر بأن سبب بنائها هو إرضاء زوجته ملكة بابل، والتي كانت ابنة أحد قادة الجيوش التي تحالفت مع أبيه، والذي بذل الجهد الكبير في قهر الآشوريين. وكانت تدعى أميتس الميدونية، والتي افتقدت المعيشة في تلال بلاد فارس، وكانت تكره العيش في أرض بابل المسطحة. لذلك قرر نبوخذنصر أن يسكنها في مبنى فوق تل مصنوعة بأيدي الرجال وعلى شكل حدائق بها تراسات. ذكر حدائق بابل في النصوص القديمة. وصفت حدائق بابل المعلقة في عدد من النصوص القديمة، وكان أولها نص للراهب والمؤرخ والفلاكي برعوث الذي كان يعبد الإله مردوخ، والذي عاش في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد. ولم تعرف مؤلفات برعوث إلا عن طريق الاقتباسات التي اقتبسها بعض الكتاب منها، مثل يوسف بن ماتتياهو. وهناك 5 مؤرخين إضافة إلى برعوث كتبوا في وصف الحدائق المعلقة، وما زالت كتبهم موجودة إلى اليوم. وقد وصف هؤلاء المؤرخون حجم الحدائق المعلقة وكيفية وسبب بنائها، وماذا كان النظام المتبع في ري الحدائق. وذكرت حقائق عن الحدائق المعلقة في الكثير من النصوص التاريخية، ومنها المجلد الثاني للمؤرخ ديودور الصقلي، وهي كالآتي: بلغت مساحة الحدائق حوالي 14400 مترا مربعا، وكانت على شكل تل، وتتكون من طبقات ترتفع الواحدة فوق الأخرى، وهي تشبه المسارح اليونانية، حيث يصل ارتفاع أعلى منصة إلى 50 ذراعا. بلغت سمكة جدران هذه الحدائق التي زينت بكلفة عالية حوالي 22 قدما، وممراتها كانت بعرض 10 أقدام،
وهذه الممرات كانت مغطاة ب3 طبقات من القصب والقاري، وطبقة ثانية من الطوب، والطبقة الثالثة تتألف من الرصاص تمنع تسلل الرطوبة، تليها كميات من التراب غرست فيها الأشجار، وزودت الحدائق بما تحتاجه من التراب لتتسع لجذور أكبر الأشجار، إذ زودت الحديقة بأشجار من كل الأنواع وبكثافة. صممت الحديقة بطريقة تسمح للضوء بالوصول إلى كل المصاطب. احتوت الحدائق على مساكن ملكية، وكانت المياه ترتفع إلى قمة الحدائق بآلات ترفع المياه من النهر، وقد صممت بطريقة لا يراها زوارها. كان موقع الحدائق بالقرب من نهر، ولم يحدد أي نهر، لكن المؤكد أنها كانت في بابل وبناها نبوخذ نصر. هناك حقائق أخرى مكملة لما دونه ديودور الصقل من خلال الجغرافي والمؤرخ سترابو، حيث يضيف المزيد من الحقائق في نصوصه كالآتي: أن الحدائق المعلقة هي عجيبة من عجائب الدنيا السبع، حيث وصف آلية رفع المياه فيها بأنها كانت عن طريق أنابيب لولبية ترفع المياه إلى الحدائق، وأنها تقع على نهر الفرات. تم تحديده بالضبط لأول مرة، وكان ثمة موظفين مهمتهم إدارة هذه اللوالب لرفع المياه على مدار اليوم.